قلت لما ادلعهم وان شاء الله ما حد حوش واقعدهم على افخم محل كشري. النهارده احنا بقى في الحسين هنعمل فلوج جامد قوي مع بعض. عايزاكم بقى تكملوا الفيديو للاخر، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو زيكم تشجعوني بيه. هنا بقى كانت ملك عايزه تسلم عليكم. عايزاكم بقى تحطوا بقى لايك عشان خاطر الملوكه، وكمان تخشوا في الكومنتات تقولوا لي اللايك ده حطوا له الملوكه. طبعا للناس اللي بتخش وتستخسر تحط لايك، حطي لايك يما مش هتخسري حاجه عشان غيرك يشوف الفيديو. هنا بقى اللهم صل على النبي، اول حاجه قلنا نقعد بقى ناكل كده. كانوا بقى مستنيين الاكل وكانوا يهفتنين. طبعا للناس اللي ما شافتش تكمله الفيديو، في فيديو نزل قبل دوت ان شاء الله اسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت. بجد كان حلو قوي يعني. مش عايزه احرق لكم المفاجاه، لو لسه ما شفتوش خشوا شوفوه. دي بقى تكمله الفيديو بتاعت امبارح. هنا بقى قلنا بقى لما نقعد ناكل وكده، بس المحل دوت بجد تحفه. اكله جميل جدا ونضيف، وكمان الخدمه فيه حلوه وكويسه. هنا مالك كان فاكر اللي هو بتصور. هنا بقى كنت انا بقى طالبه طاجن بالفراخ والجبنه الموزاريلا والزيتون وكده. بس مش قادره اوصف لكم بقى على الطعم والجمال. يعني احنا رجعنا طلبنا تاني من كتر حلاوه الاكل والله. هنا بقى شايفين بقى الشده، انا ما كنتش عارفه ان انا اتملك أوي بسبب بقى اللي انا كنت بصور. هنا بقى قلبت الكاميرا وقلت ان انا ايه اقيم لكم الاكل وانا بدوقه. بجد يعني مش قادره اوصف لكم بقى على طعم والريحه والنظافه. لا بجد انا اللي بقول لكم روحوا كلوا هناك لو رحتوا الحسين. نظافة وطعم وخدمة كويسة جدا. هنا بقى بوريكم الشدة. هناكل بقى ايه وارجع لكم تاني. قلت بقى لما هناكل وارجع لكم تاني. هنا بقى قلت لما ادوق معاكم مرة كمان. مالك بقى كان عايز يولع فيا، عمال يقول لي يلا يا ماما، بس عمال اقول له اصبر لما احط لك انا، عشان ايه يعني ما يغرقش نفسه ويحط يعني شطة او مثلا دقة كتير وكده، كنت خايفة عليه. هنا ملك كانت بتهلس على مالك وبتاخد منه، وانا هنا كنت عمالة اخد منه عشان كان لسه الطبق بتاعي ما جاش وكده. كان بقى لسه بينزل بقية الاكل. مش قادرة بقى اوصف لكم يعني. عملوا عمايل وهم قاعدين بياكلوا، بس مرضتش ان انا ايه افضحهم يعني اكتر من كده. هنا بقى كانوا خلاص بقى اكلوا وشبعوا وخلصوا. وكانوا بقى كمان يعني بيريحوا. كان بس ما كانش فاضل غير الملك. هي اللي كانت لسه فاضل لها معلقتين في الطبق. بس انتوا عارفين الاطفال. هنا مش عارفه كل ما يشوفوني بصور يقولوا لي حط لايك. هنا بقى ملك عماله بقى تتكلم وتهزر وهي بتاكل. عماله يلا يا بنتي خلصي خلصي. خلاص يا مالك. هنا بقى عماله أقولها خلصي خلصي، رحت بقى قافله الكاميرا الصراحه ورحت باكلها انا. هنا بقى كنا ماشيين وكده، كنت بقى بتكلم معاكم بوريكم الشارع. مش قادره بقى اوصف لكم، كان خلاص بقى يعني بعد المغرب وكده كان بقى الجو حلو قوي والهوا كده. كنت بقى عايزه اغني في الشارع ساعات ساعات. بس ايه تعرفين بقى صوتي حلو، خفت ان انا اتحسد وكده. انا اصلا يعتبر هنا في ظهر الحسين، يعتبر انا عديت الناحيه التانية يا دوب، بس عديت النفق يعني المشوار مش بعيد. وعدينا بقى قلنا بقى زي ما قلت لكم اللي احنا ناكل الاول بعد كده نخش الحسين. عشان طبعا كنا من العصر اصلا من الساعه حوالي الساعه 4. كنا في المعز الفيديو اللي قبل دوت. هنا بقى مش عارفه كنت برر معاكم بقول لكم ايه، انا كنت برر معاكم اقول لكم على حاجات كتير. هنا بقول لكم الحسين هناك هو مش بعيد. يا دوب بس اللي احنا هنعدي النفق. هنا بقى صاحبة اختي كانت حطت شطة بالهبل. من الشطة الزيت قعدت اقول لها بلاش الشطة حامية، قالت لي لا ايه مش حامية. حطت بقى وكانت بتفرفر. هنا بص شكلها عامل ازاي هوريها لكم دلوقتي. شايفين بتفرفر. دي بقى محلات الستاير. الستاير هناك تحفة. بص اشكال والوان ورسومات وسادة. اي جميع ستارة انت عايزاها. اي جميع ستارة إيه؟ اي نوع ستارة انت عايزاها هتلاقيه هناك. سامحوني اذا كنت ميسة شوية. لسه بقى صاحية من النوم يا دوب، بس ما شربتش غير ايه بق شاي، وقلت اسجل لكم الصوت عشان لو عشان طبعا لو اشتغلت في اليوم وكده اللي انا ايه هكسل بعد كده ان انا اسجل الصوت او هيبقى الوقت متاخر. زي ما نزلت امبارح الفيديو متاخر وانا ما كنتش اعرف ان الساعه اتغيرت. صح حبيت اعرفكم ان الساعه اتغيرت عشان الناس اللي ما تعرفش يعني انا لسه عارفه اصلا. عرفت بالليل بعد الساعه واحدة. كنت فاكره ان انا نزلت الفيديو الساعه 12 تاني منزله الساعه واحدة. بس مش مشكله يعني. لو ليا نصيب اللي ربنا يبعت لي رزق عليه هيبعتولي حتى لو الفجر حتى. هنا بقى كنت بقى نازله اللفه عشان اعدي الناحيه التانية واخش الحسين وكده. صورت لكم اجواء على قد ما اقدر حلوه قوي في الحسين. بس الدنيا كانت زحمه موت، انا ما كنتش متخيله ان الدنيا زحمه كده. يعني احنا كنا عايزين نروح في رمضان بس قعدنا نقول ايه
خليها في العيد او بعد العيد عشان الدنيا ايه، عشان الدنيا ما تبقاش زحمه. بجد انا اتصدمت من المنظر. هصور لكم كمان دلوقتي الشارع والدنيا زحمه. دي بقى لعب الاطفال ومسدسات، اي حاجه انت تتخيليها هتلاقيها هناك. وكمان سعرها رخيص مش غالي. طبعا يعني هما بيبيعوا للمصريين حاجه والاجانب حاجه، بس الاجانب على فكره ناصحين جدا. يعني ما يعني هناك واحنا هناك، يعني سواق تاكسي حب يضحك على أجنبية طلعت هي أنصح منه، قالت له هو آخرك 50 جنيه. لو شفتوا المنظر، يعني لا بجد يعني ناصحين. كان يعني المصريين فاكرين لهم يعرفوا يضحكوا عليهم. شايفين بقى البدل ديت والجلاليب بتاعة الرقص بجد تحفة. وفي منها كمان للأطفال جميلة قوي، يعني للأم والبنت. هنا بقى اللهم صل على النبي، وأسعارهم كمان مش غاليين قوي. سامحوني اذا كان صوتي فيه نهجة شوية عشان عندي برد. البرد معايا من قبل العيد ب3 ايام، يعني في اواخر رمضان مش عايز اللي هو يروح خالص. هنا دي كانت جميلة اوي، كانت عجباني. سألت عليها ب80 جنيه، بقول لها اخرها كام، قالت لي 80 جنيه برضو. قلت لها ماشي يا حاج. هنا بقى شايفين الدنيا كانت زحمة قوي. كمان متهيألي يعني معرفش الصراحة، الصبح انا مرحتش الحسين، كنت في المعز، بس كانت الدنيا رايقة شوية. بالليل الدنيا بقت زحمة اكتر. هنا يعتبر وانا داخلة، الراجل دوت ذوق جدا 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 ومحترم. يعني لو حابين ان انتوا تروحوا المطعم عنده بجد برضو حلو. وذوقهم الصراحة، يعني الناس هناك في الحسين بجد ذوق واحترام وأدب. والتعامل يعني بيتعاملوا معاكي بكل أدب واحترام وذوق. في ناس كده تلاقيها اللي هي مستفزة أو أسلوبها اللي هو يضايقك، خلينا نبعد عنهم. هنا بقى كنت داخلة يا دوب الشارع اللي جنب الجامع وكده. انت طبعا شايفين الزحمة. انا دلوقتي ارفع لكم بايدي فوق هتصدموا. والله ما كنتش عارفة اعدي، ما كنتش عارفة اصور. كان نفسي ان انا اصور لكم اجواء اكتر من كده، بس طبعا كان ابني في ايدي وكنت خايفة عليه اللي هو يضيع مني في وسط الزحمة. حاولت على قد ما اقدر ان انا اصور لكم حاجات، وفي حاجات ما عرفتش ان انا اصورها. بس ايه، هنعيش مع بعض طبعا زي ما قلت لكم اجواء اليوم، وما قصرتش في حقكم وصورت لكم اجواء اليوم كامل من الصبح بالليل. بس طبعا نزلت لكم الفيديو على جزئين عشان ايه محدش يتضايق وكده من الفيديو وهو يعني طويل. لان في حد بعتلي في الكومنتات وقال لي خلي الفيديو 20 دقيقة او 30 دقيقة. بس انا مش عارفة مش حابة ان انا اتقل عليكم في الاول. خلينا مع بعض واحدة واحدة. ديت بقى مفارش الارض اللي بتتعمل من الجلد وكده. يا لهوي على جمالها، والله والله الكاميرا ظالمة الاشكال. بجد حلوة قوي قوي قوي. وسعرها برضو مش غالي. دي بقى طقاوي وسبح وحاجات. الخروجة في الحسين مش مكلفة خالص. انت يعتبر بتتمشي، بتشوفي ناس، بتشوفي اجواء جميلة، بتسمعي اغاني قديمة، بتشوفي كده الحجرة والبيوت القديمة. حاجات بجد جميلة اوي من دون ما تدفعي فلوس، يا دوب بس تدفعي حق المواصلات. طبعا هتروحي بالمترو، هتركبي ميكروباص من عند المترو ب3 جنيه، مش غالي. يعني الموضوع كله في المواصلات، قولي يا ستي 20 جنيه. يعني ممكن مثلا تخلي في جيبك 50 جنيه، لو معاك عيال 100 جنيه. يعني مش مكلفة خالص، بس بجد اللي انت هتهوني عن نفسك وهتبقي كده غيرت مود حياتك. هنا بقى خلاص بقى كنت يعتبر داخلة على البوابات وكده. طبعا في بوابة بتتوضي فيها، وفي بوابة للصلاة، وديت البوابة اللي فيها المقام وكده. مش قادرة اوصف لكم بقى على الجمال وراحة البال وانت داخلة. بس الناس كانت فظيعة، والله بجد الناس فظيعة جدا. كانوا بيزقوا، ما كانوش مراعين اللي فيه اطفال. وكانت الدنيا زحمه قوي قوي قوي. يعني المفروض طبعا اللي يخش يزور ويدعي يعني خلاص، يعني خلاص زرتي ودعيتي اطلعي وخلي لغيرك. لا، كانوا بيخشوا يقعدوا. ما كنتش عارفه ان انا اقف ولا ان انا ادعي. كل لما اجي مثلا اقف الاقي حد زقني وهرس الطفل، اللي هرس مالك بمعنى اصح. مالك كانت في ايد ماما وكده. قلت لماما انا طالعه. دي اكتر حاجه ضايقتني الصراحه، اسلوب الناس جوه المقام وكده. مش بيتعاملوا بالراحة، لا بيتعاملوا بعنف. بس يعني بقى الصراحة راحت بال، قلت ان انا هروح في مرة ما يكونش في عيد ولا رمضان ولا الحاجات ديت. طبعا هتبقى الدنيا رايقة، وتدعي بقى براحتك وتقعدي كده. حاجة بص اجواء جميلة. بيت ربنا ده اصلا احسن حاجة في الدنيا كلها. دوت هنا كنت بقى رحت جبنا حمص ومشبك. الراجل دوت حاجته حلوة، بس خلي بالك وانتي بتشتري عشان ساعات بيضحكوا عليكي ويحطلك بالله على ده. يعني انا عشان كنت مخليه بالي اداني بالحاجة النضيفة، وانتي ما خدتيش بالك هيروح مبدل وهيروح حاططلك بالنضيف على الناشف وكده في الحمص. طبعا المشبك هناك حلو قوي. هنا بقى اللهم صل على النبي، قلت بقى خلاص بقى اشتريت الحاجة ومروحة
هنروح بقى ايه نرسم حنة مع بعض. طبعا الحنانين هناك مفيش اكتر منهم، بس في حنانة بترسم لك بالصبغة وفي حنانة بترسم لك بالحنة السودانية. طبعا حنة السودان دي طبعا مفيش احلى منها. انا رسمت بالحنة وبجد كانت حلوة قوي. هنا بقى اللهم صل على النبي، الرسمة اللي هي تعملها لي ديت ب20 جنيه. طبعا لو انت حابة ترسمي ورسمتي برضو واحدة تانية برضو ب10 جنيه بس على ايد التانية. بس الصراحة معرفش انورها لكم عشان هي في نص ايدي وكده. هنا بقى حبيت انوريكم الرسمة البسيطة ديت، ما حبيتش ليه بقى تعملي مهرجانات ورسومات كتير وكده، يعني الحاجة البسيطة احسن. طول ما تخلي الحنة في ايديكي بسيطة هتديكي شكل احلى. طبعا غير طبعا ما تملي ايديكي كلها وتعملي رسومات وحروف وفراشة ونجمة وقلب والحاجات دي. طبعا الحاجات دي كانوا بيعملوها زمان. بس الصراحة لا، الحنة بتاعتها عجبتني وكمان خدت رقمها. هي اصلا الكوافير بتاعها ايه في احمد عصمت، يعني في عين شمس قريب مني. هنا بقى كنت خلاص بقى مروحة، وكنت بقى يعني رجعت تاني المعز. اللي انا يعني قلت ان انا امشي في شارع المعز تاني لاخره واركب بقى من بره على الشارع. بص الاجواء بالليل جميلة والاغاني بقى بتاعت زمان. بص والقهاوي بقى وتلاقوا بقى فرق وتلاقوا اللهم صل على النبي ناس بترقص في الشارع. ناس صعايدة وتلاقي كمان ناس لابسة دبابيب وناس لابسة لبس صعايدة قصدي يعني وكده. بص اجواء تحفة. هنا بقى راحوا بقى يلبسوا اللبس الساري وكده ويتصوروا. دي بقى اخر حتة. اتمنى بقى اكون بقى الفيديو عجبكم ويكون كمان خفيف على قلوبكم. عايزاكم بقى تفنجروا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، وكمان بقى كومنتات حلوه زيكم تشجعوني بيها. وعايزاكم بقى تكتبوا لي كمان في الكومنتات عايزين فيديوهات ايه تاني، والسعر بتاع ايه عجبكم ولا لا. هي دلوقتي هقولها لي في وش الكيتوته. كانت اموره قوي فيه، الكاميرا ظالمه اللون. بحبكم جدا في رعايه الله.